السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. وحشتوني جدا. ان شاء الله النهارده جايبه لكم كده نوع كيكات حلو جدا يعني. حاز على اعجاب كل اللي موجودين في البيت ما شاء الله. هي كيكة الكابتشينو، هي نوع كده من انواع الكيكات الباردة، مش هنحتاج فيها ولا دقيق ولا فرن، ومكوناتها سهلة جدا ان احنا نجيبها. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونشوف الكيكة القمر دي عملناها ازاي مع بعض. وهنبدأ مع بعض دلوقتي ونقول بسم الله. في البداية خالص عندي 6 بواكي من البسكوت السادة. أي بسكوت سادة انتوا بتفضلوا طعمه هنجيب منه 6 بواكي. وهبدأ ان انا افتح كده البسكوت واحطه في الطبق بتاعي. وكمان هبدأ ان انا اكسره كده بايديا، هكسره تكسير عشوائي، يعني مش لازم ان هو يكون ناعم قوي او يكون مفروم، لا. هو انا عايزاه تكسير عشوائي ويكون فيه قطع كبيرة، ما تكونش القطع بتاعته صغيرة. وبعد كده جبنا برضو قالب من الشوكولاتة البيضة، احتاج القالب كله. وهبدأ برضو ان انا اكسره، بس علشان مش هينفع ان انا احطه كل سليم يعني في الحلة بتاعتي. جبنا بقى الحلة وهنعمل فيها كده خليط حلو قوي. جبنا مجين من الحليب، وهنحط عليهم كمان معلقتين كبار من النشا، وعليهم كمان معلقتين كبار من الحليب البودرة، و3 مكعبات كده من الزبدة. وهنقلبهم كويس قوي على النار لحد ما الزبدة بتاعتي تسيح، يعني دوبك الزبدة تسيح، وهبدأ ان انا اضيف باقي المكونات. وبعدين هجيب كيس كابتشينو كده بنكهة الشوكولاتة موجود في اي سوبر ماركت. هنزل بكيس الكابتشينو على الخليط بتاعي، وهقلبهم كويس قوي بالمضرب اليدوي. وبعدين بقى هجيب قالب الشوكولاته البيضه اللي انا كسرته، وهنزل بيه كله كده، وهرفع كل الخليط ده على النار لحد ما كل المكونات تسيح وتتماسك، وتكون بالقوام اللي احنا شايفينه ده. بصوا قوامه حلو جدا، اللهم بارك. وعايزه اقول لكم بقى طعمه تحفه. غير كده كمان ان احنا ما استعملناش سكر خالص، كده كده احنا حاطين الشوكولاته البيضه، هي هتدينا نكهه السكر الحلو يعني. كده خلاص خلصت الخليط بتاعي وشيلته من على النار. تعالوا بقى نجيب البسكوت، وهنزل كده بالخليط بتاعي كله على البسكوت زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بيه كله على البسكوت، وهبدأ ان انا اقلب البسكوت كويس قوي. وبعد ما هقلب البسكوت كويس جدا مع الخليط، خليط الكابتشينو، هجيب قالب الفرن كده، وهحط فيه كيس من اكياس التلاجة او ستريتش، يعني اي حاجة تخلي الكيك بتاعي بعد كده يبقى سهل ان انا اشيله منه يعني. جبت كده الكيس، وبدأت ان انا اجيب بقى خليط الكيك بتاعي كده، وهنزل بيه كله في القالب. هننزل كده كله بالراحة في القالب بتاعي، وهسويه كويس قوي من فوق زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هجيب بقى كيس تاني من اكياس برضو التلاجة، واغطيه وهدخله على الفريزر على طول. الكيكة دي عايزة تدخل على الفريزر عشان تجمد كويس قوي، وتبقى سهلة كمان في تقطيعها. هدخله على الفريزر حوالي 3 ساعات كده، وبعد كده هنطلع. تعالوا بقى نعمل كده صوص حلو هنحطه من على وش الكيك بتاعي. صوص حلو كده وبطعم برضو الكابتشينو. المكونات بتاعته اللي انا وريتها لكم دي هنبدأ نحطها مع بعض. عندي مج من الحليب، وكمان عليه معلقة صغيرة كده من الكاكاو، وعليهم كمان كيس كابتشينو بس بطعم البندق، وكمان معلقتين من السكر. وكل الخليط ده هحطه في الخلاط كده، وابدا ان انا اضربه كويس جدا. طبعا هكون محضره كده كوبايه حلوه صغيره من الزيت. هبدا انزل كده الزيت سرسوب بسيط كده على الخليط، والخلاط شغال لحد ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبكده خلاص الصوص بتاعي، صوص الكابتشينو، جاهز معايا. وبصوا قوامه حلو جدا، اللهم بارك. قوامه حلو قوي، ينفع بقى لاي كيكه هتعمليها، ممكن تحطيها على وشها كده وهيديها شكل وطعم حلو قوي. طلعنا الكيك بتاعنا من الفريزر بعد 3 ساعات، طبعا زي ما انتوا شايفين جمد اهو معايا. وهبدا ان انا بقى، يعني بصوا انا بضغط عليه اهو، بس هو ما شاء الله جامد خلاص. تعالوا بقى نجيب ورقه زبده، ونجيب كمان الطبق اللي انا هقدم فيه، ونحط كده الاتنين، ونقلب بقى القالب. على فكرة كان سهل جدا جدا، ولا لازق ولا اي حاجة، القالب طلع معايا بكل سهولة.
وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما طلع من الفريزر. بصوا اللهم بارك، شكلها تحفه من قبل حتى ما احط عليها الصوص ولا اي حاجه. هبدا ان انا اشيل بقى الكيس بتاعي كده من على وشها، وهنجيب بعد كده بقى الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، وهبدا ان انا احط الصوص على وش الكيك. يعني مش هحط طبعا كل الكميه، هحط يا دوبك على قد الكيكه بس، واللي عايز بعد كده ممكن يحط في طبقه لو عايز يزود يعني من الصوص ده. احط يا دوبك كده على وشه كده من فوق. وبعد ما حطينا الصوص بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى نزين وشها باي حاجه ممكن نزين بيها الكيكه عندنا. انا جبت برضو شويه يعني يا دوبك كاكاو بودره كده على وشها، يعني يا دوبك رشه خفيفه جدا تديلي بس شكل جمالي. وكده خلاص خلصنا كيكه الكابتشينو بتاعتي. كيكه خفيفه وسهله، وكمان ما كانش فيها مكونات صعبه ولا اي حاجه. غير كده كمان تعالوا بقى نقطعها ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. تعالوا بقى نقطعها. طبعا زي ما انتوا شايفين علشان لسه خارجه من الفريزر فتقطيعها سهل جدا. بصوا بقى شكل البسكوت من جوه، شكله تحفه جدا. اللهم بارك، الكيك كله شكله تحفه بالصوص بالكاكاو اللي على الوش ده، حاجه روعه. غير كده عايزه اقول لكم طعمها كان هادي جدا، وغير كده كمان طعمها يعني مختلف تماما عن اي كيك كلناه قبل كده. فعلا فعلا وصفة ناجحة جدا، لو جربتيها مش هتبطليها، تبدأي ان انتي تعمليها على طول. دي كانت وصفتنا النهاردة لكيك الكابتشينو، يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه. واشوفكم بقى على خير في الفيديو اللي جاي. اوعى تنسوا اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.